السلام عليكم، معاكم قناة تحليلاتكم يا جماعة. احنا جايبين تفاصيل الصفقة. طبعا قلنا كريستيانو رونالدو أهلاوي بنسبة 100% في المونديال، في نهائي طبعا في المونديال بتاع 2025. ده كله ليه أصلا؟ جايب لكم التفاصيل ده كله علشان الحاج ده، الحاج أبو سماح، الحاج أبو سماح ده علشان ده من أجل الرقصة الأخيرة ليونيل ميسي في مواجهة كريستيانو رونالدو. محمد صلاح يا ريت كنا نتمنى في مواجهة كريستيانو رونالدو الرقصة الأخيرة للأسطورتين طبعا، المعزة البرغوث ليونيل ميسي وسي ار 7 ادون كريستيانو رونالدو. أما تفاصيل الصفقة أقول لكم عليها دلوقتي، وافتكروا كلامي بعد 6 شهور قبل المونديال بأسبوع تلاقي الجون موجود مع النادي الأهلي رسمي. طبعا بفضل إيه؟ بفضل صندوق الاستثمار السعودي طبعا، وكلها بتعليمات طبعا المستشار تركي آل الشيخ اللي متشكرين ليه يعني ان شاء الله لما يجيب لنا ميسي. الف شكر ليه علشان رونالدو، عشان نشوف ميسي مع رونالدو في مواجهة تاريخية رسمية، مش مواجهة ودية مثلا النصر مثلا او نجوم النصر والهلال يواجهوا مثلا انتر ميامي، لا، مواجهة رسمية ومش اي رسمية. ده في افتتاح كأس العالم للأندية 2025. وعلى فكرة أقول لكم طبعا زيادة التأكيد المعلومة ان كريستيانو رونالدو في الأهلي وهيواجه طبعا ليونيل ميسي. كريستيانو رونالدو كان هيواجه ميسي، يعني هيواجه ميسي وكان هيروح الهلال، رغم ان الهلال والنصر غريمين تقليديين لبعض وما بيطقوش بعض زي الاهلي والزمالك كده، ولكن الهلال لو كان جه في مجموعة انتر ميامي مع ميسي كنت هتشوف كريستيانو رونالدو هيروح الهلال، رغم ان هما اتنين في تنافسية شديدة بين الهلال والنصر، ولكن كان هيروح لان مش انا اللي عايز، مش انا او المستشار تركي، ده الكرة الأرضية وكوكب المريخ والزهرة والأرض والمجرة كلها مجرد ضرب التبانة عايزة تشوف ليونيل ميسي في مواجهة كريستيانو مرة أخيرة. ليه؟ لأن احنا ما يعني اللاعبين دول خلاص أساطير من أساطير كرة القدم، وفي أيامهم الأخيرة مش هنشوفهم تاني في مباريات رسمية ضد بعض. فخلينا أقول لكم مستحيل يعني هيفضل كأس العالم اللي جاي اللي بعد 4 سنين 2000 مثلا 2025 هيبقى كأس العالم اللي جاي للأندية 2029، فمستحيل هتلاقي اللاعبين دول موجودين يلعبوا كرة القدم. طب هتقول لي مثلا كأس العالم للمنتخبات اللي هي 2026 برضه نادرا وصعبة جدا إن تلاقي مثلا منتخب البرتغال هيواجه مثلا منتخب الأرجنتين، سواء في المجموعات أو مثلا من الأدوار الإقصائية دور ال8 أو ال16 أو كده. فدي فرصة سانحة للجميع، وخاصة لما الفيفا فتح لك تعاقدات لمدة 10 أيام قبل البطولة على طول، من يوم 1/6 إلى يوم 10/6 تقدر تجيب فيها أي لاعب، خاصة نهاية الموسم. فالمستشار تركي آل الشيخ جزاه الله خير يعني، وصندوق الاستثمار السعودي طبعا تكفلوا بالموضوع ده، وهيجيبوا لرونالدو في مواجهة طبعا ميسي. رونالدو ينضم للنادي الأهلي طبعا في مواجهة انتر ميامي، الفريق اللي هيلعب فيه ميسي، بصفقة تاريخية، والنادي الأهلي مش هيدفع منها جنيه. عارفين تفاصيل الصفقة كام؟ الصفقة يا جماعة لمدة شهر فقط لا غير، فشهر إعارة من نادي النصر طبعا بمبلغ وقيمة 15 مليون دولار لمدة شهر فقط. 15 مليون دولار يعني بمعادل تقريبا يوميا 500 ألف دولار، يعني نص مليون في اليوم. ولكن طبعا حتى المستشار تركي أو صندوق الاستثمار بسبب الدعاية والشركات طبعا وكلها بيزنس يعني الناس ممكن تدفع أضعاف الأرقام دي، لأن الكرة الأرضية كلها يعني مستعدة تدفع أكتر من 15 مليون دولار عشان تشوف إيه الأسطورتين زي ما قلت لكم دولت، لقاء يتجدد بينهم مرة تانية. أما بالنسبة بقى صفقات النادي الأهلي فحدث ولا حرج. أولا رسميا ورسمي نظم فهمي، الأهلي بيضم مين؟ عودة حمدي فتحي وعودة محمود تريزيجيه عشان يدعموا النادي الأهلي. ده مفروغ منه، ما تقوليش تفاصيل الصفقة، ده مفروغ منه. حمدي فتحي ومحمود تريزيجيه في النادي الأهلي قبل المونديال. عندك صفقات تانية أجنبية، مثلا عندك واحد زي البرازيلي إيفرتون دا سيلفا وهيجي في انتقالات يناير اللي جاي، مش انتقالات شهر 6 يناير اللي جاي، ولكن بشرط. ايه هو الشرط بقى يا باشا؟ الشرط ان هو يكون عرفنا موقف مثلا بيرسي تاو
هيمشي ولا لا؟ رضا سليم هيمشي ولا لا؟ يعني لو عرفنا نطلعهم إعارة أو بيع نهائي ساعتها يفرغ أو يفضى مكان واحد أجنبي، فهنجيب لاعب أجنبي تاني سواء محمد علي بن رمضان أو مثلا إيفرتون دا سيلفا المهاجم البرازيلي. عامة يا جماعة حبيت أطمنكم على الصفقة عشان محدش يقول لك ده كلام ويقول لك ده كلام في الهوا وسمعنا كتير، والكلام ده رسمي. وانا بقول ليه رسمي رغم ان الصفقه لسه ما تمتش. الصفقه هتتم في الانتقالات بتاعه شهر يونيو، لان انا متاكد من الكلام ده كله، لان الكره الارضيه والفيفا والاتحاد الدولي طبعا والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والاتحاد الامريكتين، امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه والاتحاد الاسيوي، كل الدنيا كلها عايزه تتفرج على ميسي في مواجهه رونالدو كمواجهه ناريه في افتتاح المونديال. وخاصه تخيلوا افتتاح المونديال، حتى مش ممكن واحد يقول لك لا طب ما ميسي رونالدو مثلا يروح بالميراس او يروح بورتو البرتغالي وساعتها يواجه ميسي. لا يا حبذا بقى ان هي دي مباراة الافتتاح. طبعا الافتتاح هياخد السوكسيه كله، يعني الانظار كلها هتكون متجهة على المباراة، فدي حاجة حلوة لعشاق كرة القدم. نرجع ذكريات طبعا ميسي ورونالدو من 15 سنة لورا ولا 12 سنة لورا، ايام ما كانوا لسه طالعين، كانت متعة بصراحة. وبالمناسبة يا جماعة المباراة دي مش هتكتفي على إن ميسي مثلا هيواجه كريستيانو رونالدو، لا دي مباراة عالمية بجد يعني، وافتتاح كأس العالم طبعا، وهتكون على مستوى تنظيمي عالي جدا. وبالمناسبة كلنا عارفين مجلة أو صحيفة ماركا الأسبانية حذرت البرغوث طبعا ليونيل ميسي من مباراة النادي الأهلي، قالت له خلي بالك يا ميسي أنت مش هتلاعب فريق مغمور، لا بالعكس ده النادي الأهلي من سنة 1907 ونادي القرن الافريقي، نادي القرن في افريقيا، واصلا حاصل على بطولة كأس افريقيا 13 مرة او 12 مرة، فبالتالي فريق متسيد قارة افريقيا، وخاصة خد البرونزية العالمية في كأس العالم للأندية، واكثر الأندية طبعا مشاركة في كأس العالم للأندية، خد البرونزية 3 مرات. وحاجة تاني برضو ده يعني أكتر فريق زي ما قلنا لعب في كأس العالم، وخاصة المرة اللي فاتت فاز على بالميراس البرازيلي اللي هو موجود في المجموعة دي، أو أي نعم اتهزم منه من بالميراس، ولكن قبل كده كان فاز على باتشوكا المكسيكي تقريبا، باتشوكا المكسيكي أيضا اللي هو هيلعب مباراة حاسمة مع بوتافوغو البرازيلي اللي هي يوم الأحد طبعا في دور ربع النهائي، واللي يفوز منهم هيواجه النادي الأهلي في نصف النهائي. وفي حال فوز النادي الأهلي بإذن الله على باتشوكا المكسيكي أو بوتافوغو البرازيلي هيواجه ريال مدريد في نهائي كأس انتر كونتيننتال. فحذرت طبعا البرغوث، وإن شاء الله بإذن الله هنشوف مباراة دولية عالمية طبعا مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. ده كل ما يخص يا جماعة الفيديو، ما تنسوش الدعم المجاني والاشتراك في القناة وعمل اعجاب للفيديو عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تفعيل زر الجرس يا جماعة. كان معكم قناة تحليلاتكم، السلام عليكم.